كبران تخطتلت مدبنا كمي حاديركم كمي وعلكم مساهم الراديو دمس حرنا تهجرا وهدات كاب حجر شودان بساينان حونان تخوني عثمان أحمد أبال من محدارنا أكلت قمان إرترا أمدبر كسلا حبحاب زنبري بعلت عسران شدشتن مسكرم كلتا شحن عصر شدشتن عم تمرت فرنجي بزحاد الرحمام كابز عالم بموت سلي تفلينا مرير حزن كمز سمعنا حبل بساينا عثمان أحمد ننوح عمتات دخيمة خيبلة حميمة خيبلة أبز مدبر كسلا وقعت حرنت يرترا يخون أب ناي بيت مرتو ودي شريفي ناي سدتنياتات بحلف من محدارن بتأمانة بصفوفا كان كقلقل بسمعو كل زمسكرو تاريخا وحقي إيه نعناخم محبر نا إرترا أكالت صقمان بموت حاونا بساينا عثمان أحمد كبيت حزن نات سمعنا نعو منجست سمايات كوارسو نبيت صودما بصوتون صنعتها بالنابلنا ناي حزن تخفالنتكم بخنا نقلص تسفاي تخلزقي أبومبر ناي إرترا محبر أكلت صقمان علت عسران شدشتن مسكرم كلتا شحن عسرتو شدشتن نعم أثرين تعب أجدنا من اندقنا ناي حزن مجلسي ناي سلفي ديمقراسي حزب إرترا تقادلاي عثمان أحمد محمد بزحاد الرحمن بعيرة عسران شدشتن مسكرم كلتا شحن عسر شدشتن ساعد حالة ناي نقوه ليتي أبكسلا كابز عالم تفلينا مسواتي دخيمة زي فلت بتعقستو تبايو نقود تقادلاي محمود أحمد عثمان نبيت سبون أبالو زغون سلفي حزب إرتران عبي خسارة أيو سلازي دما إيو سلفي ديمقراسي بإرترا مسواتي تقادلاي عثمان أحمد مرير حزن سنبادن التسمع سوو عثمان نفسه يمحار بشحنت شعات 256 عامة مرات فرنجي أب إمبادور هو توليد ودع 10 عامة كله دما بقنبت شحنت شعات 276 من انتهى قراونا سنة إرترا نخقادل أب تقادل حالنة إرترا تسلفه أبال بطلوني سسانت شعاتن إيوخاء نيرو بشحنت شعات 278 عامة مرات كا حقي حرازو سئن كتماتات محاس بدرق استخايدة داقم ورار عمرب دخل ناي ورحن فرق عنزو وسده ناي لما وق مكلخال بعد دخلان من دفران حزون عرزاك ورد من كله سوء عثمان أبعد بزاخاء توقيئو سوء عثمان أبرئستي استفال لي بوتاتات تخافلو وقعات زقات ما مقصلتي اتزخمه ده سلز نبره يمنه تيدو امم كوز فله نايوق مايمنه سله زشغرو بزخول لكن ابقال سن قدن ጨሪሹ ተፈልዩ አይፈልጥን እዚ ማለት የማናይት እዩ እኳ ትኺት ማለት
ولا أبز دحرواي عمتات بحمام ناي كلتيو كولاليتي ساقي انت نبري أبقد لاون محبراون حمامات فتسيمو مدلت أير أي بأنصارو كالا أبيت مرتي ود شريفيس ناي سدتنياتات إيرتراويان أبال من محدارن ممهرون كوينو أما دبر أكالو سقمان كأخام أبال من محدارن ألاين حبحبن ناي استفالا ليو ناي سلفي ديمقراسي بإيرترا صفتات قدم أقل كيلو بيو كم أبال من محدارن حلافن كوينو كيسل كي بتوفاين ناي كقلقل كا سعنيحو أبرئس زي أبتزنبرو اللو خبابي كابتوم قداموت تتقمتي إلكترونيكاو ميديا أون إيو سلفي ديمقراسي نيمواتي من قصة سماعين بيتسب قامك على السندما أزقى بيهر صنعات تلين يورد اللهم نابله ناي وريدوا زلو وريدنا زلو حزن ناي وريدكم زلو مرير حزن تخافلاي مخانو خاء يقلص سلفي ديمقراسي بإرترا علت 26 مسكرم كلت تشحن 16 حزن تخافالنا بالصينان حاولان قديم وفي تقادلاي عثمان محمد أب محداري مدبرنا إرترا أكالت سقمان أكسرا سودان دايركتور بيت مرتيش دتنيهات ود شريفين بعلت 26 مسكرم كنت شحن 16 بز حدرو حمام كابانا سلستفدي نايزا أسم بعد ناي تلك حزن تساتفتو مخانا نقلت نفتوا سدرا بيتو ربي صنعتي هاب قلي يقدفلم نزعب حبو من زاليو من زنبره بصوتون احواتون اكالو صقمان كا صنعتي بو تكاك فطرلم نمني حربنيا جغناسو عثمان قسن حلمها هنقصلينا نا إرترا محبر اكالو صقمان چنفر شودن 27 مسكرم 2016 عود هرات فريد تخطاتلت مدبنا بزاقات أمي نحنا خا خم أبالات من محدار راديو دمس حرنتها قراو هديت كاب هاقرش ودن بمسواتي نايبس أينان حاونان عثمان تلك حزن إنها تسمعنا بقربا خا مسؤول بسمولو سدرابيتون بصوتن زنبرنا فقري سلت بلينا نايب حقي ناي حزن تخفلتكم خانا نقلص إذا تاريخاو زخونة مسكرو أتوم السود فريم تمهارو بتسود حبوا من ورا وقعد حرنت كمتي عم مجلس إناي جنفر شو دنزلوا على يفتر لهم دابلنا تلك ناي حسن تساتفت مخانا نجلس كبران تخطاتلت مدبنا بأري حجي أفتخلاي مدبنا خنقاتينا أرز زيناتات مالتي
أرئيست زينا علت حدا تقمتي كلتشحن 16 عام تمرت فرنجي شودن كتما يتبوري أب كتما يتبوري مرئتنا مصحفتي زتقبرلو سمون أبو بزعبا قداي إرتران قصص سبقا مسالاتن ناي بريس قفعن أب إرترا بعبي دمكت وعلو بتوساخ أون تصاتق عصو ناي هاجر شودن نزخري داويتي ساق ماليا غيرهم أخبيرهم مخمزو على تفليتو እንደገና ከተማ የትበሪ ውሪቲ ዝኾነት ጋዜጠኛን ናይ ፊልሚ መሃዚትን ጓል ፈረንሳ ሴሲል አሌግር ዝተባህለት ኣብ ከተማ የትበሩ ተረኺባ እቲ ባርባራዊ ጉዕዞ ዝብል ምርኢት ንተወላዶ ደቂ ፈረንሳን ሓያሎ ኤርትራውያን ሰታፍዎ ምርኢት ኣርያ እንደገና ዜና ኸኣ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣከለ ጽጉማን ካልኣይ ዕውት ጉባኤ ኣካይዱ ኖርዌይ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ብዙሕ ንጥፈታት ሰላማዊ ሰልፍን ሰሚናርን ከምኡውን ንጡፍ ዝኾነ ምንቅስቓስ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርዌይን ማሕበር መንእሰያት ደለይቲ ለውጥን ዝተኻየዱ ንጥፈታት ብዝርዝር ከነቕርብ ኢና እንደገና ሱዳን ክንሰግርና ኣብ ሱዳን ሕጂውን እንተኾነ እቲ ኣብ ልዕሊ ውፅሕ ህዝብና ዝካየድ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኤውሮጳ ተሰማምዓቶ ገንዘባ ንኸትድርልብ ጽዑቕ ግፋ ትገብር ከም ዘላ ተፈሊጡ እንደገና ሱዳን ገለገለ ኤርትራውያን ልዕሊ ስሳ ዝኾኑ ንሱ ሊብያ ክወፁ ከለው ስለ ዘበሉ ተኽሲ ተኸፊቱ ብዙሕ ጉድኣት ኣፈጺሙ ኣሎ ብምቕጻል ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሕማም ሽሮኽ ኣትዮም ዘሎ ተፈሊጡ ብዙሓት ሃገራውያን ከዓ ይጥቅዑ ከም ዘሎ ግን እቲ መንግስቲ ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዕላዊ መግለጺ ከይውፀ ናይ ጥዕና ማሕበር ዓለም ከዓ መግለጺ ክህብ ትጽበ ከም ዘላ ከም ዝሓተት እውን ተፈሊጡ ናይ መወዳእታ ዜናና ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዋና ፈጻሚት ኤምባሲ ኣብ ሃገር ኤርትራ ከም ዝመዘዘ ተፈሊጡ ዝብሉ ኾንዮም ዜና ብዝርዝር ዮትቦሪ ኣብ ከተማ ዮትቦሪ እቲ ውሩይ ናይ መጽሓፍቲ ምርኢት ዓመት ዝካየድ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሰል ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ነጻ ፕረስ ብዝምልከት ሰፊሕ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ እቲ ካብ ዕለት 22 ክሳብ 25 መስከረም 2016 ኣብ ሃገረ ሾደን ከተማ ዮትቦሪ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት መጽሓፍቲ ዝኽሪ መበል 250 ዓመት ነጻ ሓሳብካ ንምግላጽ ሽወደን ብዛዕባ ዝብል መሰብካ ሓሳብካ ንምግላጽ ዘሎ ህሉ ኩነታት ናጽነት ፕሬስ ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ከም ተዘተይኻ ኣብ ዓውደ ዘተ እውን ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ኤርትራውያን ንኣብነት ናይ ሬድዮ ኤሬና ከምኡ ናይ ዓርቢ ሓርነት ከምኡ ከዓ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ሰለስቲኦም ዓሚቕ ዝኾነ ክትዕ ኣካይዶም
ኣብቲ ኤርትራውያን ሽወደናውያን ጋዜጠኛታት ተጣባቕቲ መሰላትን ካልኦት ጉዳይ ኤርትራ ዝግደሱ ፖለቲከኛታት ተራ ዜጋታት እታ ሃገር ዝተሳተፈው ምርኢት መጽሓፍቲ ዝኽሪ መበል 250 ዓመት ነጻነት ሓሳብካ ንምግላጽ ሽወደን ዝተኻየደ ዘተ እታ ብደረጃ ዓለም ምኽባር ናጽነት ፕረስ ምስ ቀዳሞት ሃገራት እትስራዕ ሃገረ ሽወደን ኣብ ኤርትራ ናይ ናጽነት ፕረስ ንኽዓቢ ዝገበረቶ ጻዕሪ ብዙሕ ከም ዘየለ ኸኣ እቲ ገምጋምን ነቐፈታን ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኻልኣይ ወገን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ የትወሪ ብዕለት 24 መስከረም 2016 ኣብ ዘካየዶ ግጥም ተጻወታ ብምኽንያት 15 ዓመት ማእሰርቲ ጋዜጠኛ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ስእሉ ፍሪ ዳዊት ዝተጻሕፎ ማልያ ለቢሶም ብዓቢ ታቤላ አንጠልጢሎም ናብ ሜዳ ከም ዝኣተው ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ ስታዲየም ከዓ ብስም ዳዊት ኢሳቅ ክስመ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ ንዝኽሩ ከዓ ሓንቲ ካብተን ናይ ኮፍ መበል ናይ ተዓዘብቲ ልብሱ ተኸዲና እታ ኩርሲ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ስእሊ ተነቢርላ ከም ዝነበረ ከዓ ይፍለጥ ብኻልእ ዜና ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ቀጠር ሃገሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝነበረ ደዋዊ ምሰሓብ ብሰላም ከም ዝዓረፈ بسببه نኤርትራ ተታሒዞም ዝነበሩ ወተሃደራት ጅቡቲ ድማ ብሰላም ነፃ ተለቂቆም ክብል ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት በወግዒ ከም ዝመደረ ሰሚዑ በአንጻሩ ግን መንግስቲ ጅቡቲ መንግስቲ ኤርትራ ተታሒዞ ወተሃደራት አዛጊት ሃለዋቶም ከም ዘይፈልጥ ከለው ከዓ ብምጥቃስ ናይቲ መንግስቲ ቀጠር አድላይ ናይ ሰላም ማሕበረሰብ ጥርዓን ዘቅረበ ሓቢሩ እዚ ከዓ ምስኡ ዝተተሓዘ ከም ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ፓሪስ ዝመደብሩ ሃገራዊ ትካል ጋዜጠኛ ብዘይዶ ብምኽንያት 15 ዓመት ፍጻሜ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኤርትራ 18 መስከረም ንኣርማ ትካሉ ሎጎ ማለት ጸሊም ሸፊንዎ ውዒሉ እዚ ሃገራዊ ትካል እዚ ብምኽንያት እዚ ዕለት እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምንዱ ዝምድንኡ ከም መሓይሽ ዝፍትን ዘሎ ሕብረት ኤውሮጳ ብውሕዱ ነቶም ጉሒላታት ፍጻሜ ንምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይዕንቱ ዓሚቱ ብምርአዩ ከዓ አተሓሳሲቡ ንመሰል ጋዜጠኛ ጻበ ጋዜጠኛ ብዘይዶብ ኣብ መስከረም 18 ኣትሒዞም ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተቀየዱ 11 ጋዜጠኛ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛ ን15 ደሃየ ዘይብሎም ብምዝካር ገሊኦም ከዓ ብህይወት ሃለው ደይብሎም ከም ዘይፍለጡ ዓብስ ክፍትኡ ከዓ ገሊጹ ጉዳይም እቶም ብዘይ ዝኾነ ሃለዋ ጠፊኦም ዘለው ጋዜጣት ብምጥያቅ ናብ ሕብራት ሃገራት ካልኦት ተፈላለየ ትካላት ናይ ዓለምን ዘቅርብ ዘሎ ጋዜጠኛ ብዘይዶብ ፍላይ ስድራቤቱ ኣብ ፈረንሳ ናይ ዝርከብ ጋዜጠኛ ስዩም ፀሃየ ብዝምልከት ኣብ ኣኽባር ሕጊ ፈረንሳ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን መንግስትን ከም ዘብፅሖ የረድእ እዚ ትካልቲ ኣትኩሮ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስሓብ ከዓ ዝኽሪ ስድራቤት ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ስዩም ፀሃየ ብፆቱን ነታ ብ1985 ኣትሒዙ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ን31 ዓመት ዝጠቀመላ ነበረ ኣርማ ሎጎ ብጸሊም ጉልባብ ከም ዝወሰነ የነጽር የቱቦር እንደገና ውሪቲ ሰራሒት ፊልም ፈረንሳዊት ተወላዲት ሴሲሌ አሌግራ ዝተባህለት ብዕሊ 26 መስከረም 2017 ኣብ ላፓን ፓሪስ ኩንግስ ጋታን አቬኒው 7 ሓደ አገዳሲ ፊልም ቮያጅ ኤን ባርቢር ናይ ባርባራዊ ጉዕዞ ዝብል እቲ መንእሰይ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ካብ ትግናይ ስርዓት በሪሩ እዚ ኩሉ ሱዳንን ሊብያን ግብፅን ሲናይን ዝተጋጠሞ ብንጹር ዘርኢ ዘስካሕክሕ ትርኢት ናይ ኣካል ግብሪ ምስክር ናይ ሰዓትን ገለን ዝኸውን ፊልሚ ተራእዩ ኣብዚ ምሸት እዚ ኩሎም ተወላዶ ፈረንሳውያን ኣብዚ ሃገር ኣብ ከተማ የትወር ዝቕመጡን ከምኡን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያንን ዝተሳተፍዎ ብፍላይ ከዓ ሮቤል ቀለታ ኣካል ናይቲ ፊልም ብምንባር ነቲ ምሸት ኣማዕሪግዎ ኣምስዩ ቀጺሉ እቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ ፈረንሳውያን ሕቶን መልስን ካብ ሴሲልያኹን ካብኡ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ዝያዳ መረጋገጽ መብርሂ ሂቦም ኣብ መደምደምታ ከዓ እቲኦም ኣብ ከተማያት ወረ ነዚ ዝሰምዑ ብጣዕሚ ስለ ዝተመዱ ቀጻሊ ሓበሬታ ምግባር ምስ ሬድዮ ድምፂ ሓርነት ምምሕዳር ተራኺቦም ርክቦም ክቕጽሉ ከም ምዃኖም ናይ ኣድራሻ ልውውጥ ገይሮም ሴሲልያ ነዚ ፊልም እዚ ኣብ የቱቦሪ ሃልምስታድ ኦሮብሩ ስቶክሆልም ከተሪኦ ከም ምዃና ፈሊጣ
نزي أقاطامي مسؤو كبل نايلوم معالتي مدرنا مسأخونيو السابق أنكو أنجليزيا جن تصويعتن حدران لوبان نخلي إرتراو سلازخونة ولا عميقنا انتزيئاتنا اتأقد سفر نغرو كنحبر كنفتن إنا ناي حبرات منقستات بقداي سدتنيا فلي وعلا أكايدو بعلة إسران حدا انتك امتي ببزحي بوليتيكانيا عقبا زحاتو زلو بدرجة عالم بعلتنا بعلتنا والسخيز زلوان حبرات هاجرات ناي كل عالم مالتي بدرجة بزملكت فلي وعلا أكايدو إتي بعلت عصرتو تشعة مسكرم زتخيلي حيالا مرحة هاجران وكلت استفال على منقستاتنكم أو أهجراويان تكاز تتفو على أبزقوان زي أما نابرهم تمازابي لهم زركبو 65 مليون سبات أب عالمنا خمزلو تقيسو أبزو على زي وحزين هاي كتبا سدتنيان مقطع سبقاو لمعات حاجزات مكياد نتوما بهاجرهم زلو بوليتيكاون وتهدراون شجر رخيوهم زهاد مزلو حتى تعبها هاجرات بمعرة كم مقارحهم كتأيسهم من حيال أرس زحازي أقربهم حبرات هاجرات نمجمر تأوان زود دبو أب قداي سدنا تذكر أخيوا بحفظ شاوي وحزس سدنا بدرجة علم أب شغل خوينو خمزلو خا تساميام أبزي كابتن زيجاتات عقبة محتاج ببزحي سدوز له هاجرات كابتن عسرت قدامت إرتراون بحلافي بوليتيكا وجوداي أما خاري بريسيدنتي أتو يمانة قبر أب كم زت ساتفة يفلت عم تغلتش عن عسرت وحمشتن سوسان حمشتن وثلاثة مليون سبات من نابرهم برح كسدودون كله كابزياتهم عسران حدا شحن عسران حدا نت وثلاثة مليون دوبات سجرو خلو 3.3 مليون ناي بوليتيكا عطت عقبا خون غلو اتوم زوزحو 4.8 مليون جن ابن نابرኦም زتمازابلو ወይ ከዓ ናብረኦም ንምሕያዝ ዝስደዱ ቁጠበኛታት ስደተኛ ከም ምዃኑ ይብል ኣብዚ ናይ መላኽ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ጉዳይ ነቲ ንጹር ጭቡጥ እዚ ብዝሒ ስደተኛ ኤርትራዊ ንኣብነት 410,000 ኤርትራዊ ተሰዲዱ ከም ዘሎ ብጭብጢ ብሰነድ ተመዝገበ እምባል ሕፍር ከይበለ እዚኦም ኤርትራውያን ኢኮኖሚ ክብል ተዛሪቡ እዚ ከዓ እቲ ሓቅን እቲ ሓሶትን ራጸም ከም ዘሎ ዓብ ትዕዝብቲ ኣብ ልዕሊኡ ወሲዶም ኖርዌይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሃገር ኖርዌይ ፍሉይ ሰሚናር ተኻይድሎም بعلت 23 مسكرم كلتا 10 كلتا دقي انستيو زركوم 10 كلتا قدسات إرتران منسات تقمطو كتما أوسلو بزعباها مقام هاجرن متتاو ديمقراسين كونع ناي فرق معالت تمهرتي بأبومبر بصحفت قداي منسات سلفي ديمقراسي بإرترا زغونه بصاي يمان مدهانيه بتزغي تواهيبهم علمان ايزي توهب كورس ما إرتراويان زيغاتات ابتز هالو مداي هاجر ديمقراسي فتحي مثل ودسب أو مثل هاجراو جبو قوام وزته زعمل أمرت حقنيا ونعفلت أن مغاز زعلم خم خانو ينقر يتن 10 تشعته سنة كل تشعن عشان أفتفعل على خامات نوريز زت أكو بس أي مدهاني زركم 10 من ساعات نايزبيت مرتزقة ناي كل تمعلت سلت أنا كم زوهاب أبكبابي تمليسهم كأنتي زت مهرو نخالوت قصمو خم خانهم كأي يذكر ጉባኤ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ብዓወት ተዛዚሙ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ካልኣይ ጉባኤ ብዓወት ተዛዚሙ بعلت 24 مسكرم 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ካልኣይ ጉባኤ ካብ ሰዓት 10 ወላ ክሳብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 10 ፈረቓን ብኤሌክትሮን نكاوي مرة خبي بزحان بملأة تساتفنت كل جنافر هجرات أوروبا تقايدو جنافر أمريكان سودانن كل رئيساتهم اللباتهم بملأة بتكنيكا ومخنياتا بصراحة أي تساتفون جواي بابومبر محبر حاو تصفاي تغلزجي بسلام تاو مسجانا لكل أبال كفتو أصعبو حاو تصفاي إذا تاريخه محبر زي كاب كل تشحن كل تنجميرو كسام لومي نحوات أكلت عجمان أبكسر السودان زركوب زفتسم رهورو حالتها وخنكن محب حابن بحق زخران عبا عوتن ايو بمبال كم مسراتن مرحن كأنا بار حابن دستان اسمعان الأول مسقالان كل أبالو يبصحيو بلي وانا تحافي محبر حاو أفوركا بايكا دستلاخي ملختتات كاب سودان كاب أمريكان حبري قد سيلو حاو تصفاين بمسارات قوام محبر لومي
ዓመታዊ ጉባኤ ማሕበር ብምዃን ኣጀንዳና ሓድሽ መሪሕነት ምምራጽ ኮይኑ ከም ትልሙድ ሓልዮታዊ ተወፋይነትኩም ንጥፍቲ ምልእቲ መሪሕነት ምምራጽ ናባኹም እናሓደኩ ኣነ ግን ክዕርፍ ደስ ምበለኒ ይብል ሙሉእ ኣባል ጉባኤ ብልዙብን ሓልዮታዊ ምምየጥን ብዕምቆትን ብኣስተብህሎ ኣተሃላልዋ ኣባላትን ዝተመርኮሰ ሓው ተስፋይ ተክለዝጊ ከም ኣቦ ወንበር ክቕፅል 7 ኣባላት መሪሕነት ካብ ኩለን ሃገራትና ንዓመተ 2017-2018 እትመርሕ ብምሉእ ድምፂ መሪፁ ጉባኤ ብዓወት ድማ ዛዘመ ንኣካል ፅጉማን ንምርዳእ ቅሳነት ሕልናን ክብርን እዩ ነባርን ክብርን ዝኽርን ጀጋኑ ስዋዕትና ውጥቀት ንውልቀ መራኺ ስርዓት ግደፍ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና በኣረይ ዜናታትና ክቕፅል እዩ እቲ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ክነቕርቦ ኢና ሕማም ሽሮኽ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ 3 ኣውራጃታት ልሒሙ ከም ዘሎ ይፍለጥ ስጋብ ሕጂ ልዕሊ ኣብ ገሊኡ 21 ኣብ ገሊኡ 40 ከም ዝተጎድኡ የብል መላኽ ስርዓት ህግደፍ ግን ስጋብ ሕጂ እቲ ሕማም ኣትዩ ከም ዘሎ ምን ሕቡራት ሃገራት ዓለም ናይ ጥዕና ክፍሊ ካይሓበረ ረድኤት ካይሓበለ ነቲ ጉዳይ ሓቢእዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብግልባጡ እቲ መራኸቢ ንሱዳንን ንኤርትራን ዘሎ መገዲ ተሰነይን ኣቁርደትን ዓፂዎ ከም ዘሎ ከማን ጭቡጣት ዜና ካብቲ ከባቢ ይሕብሩ ሕማምካ ምሕባእ ፈውስኻ ምሕባእ ዝብል ሕጂ ግን ህዝብና እናለሓመ ክሳብ ከይዱ እውን ክሳብ እምባሶ ይራኸም ድበፅሐ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ስርዓት እዚ ነቲ ህዝቢ ድሕነትን ንሃገር ህላዌን ዘይሓስብ ከም ምዃኑ በዚ ብኣምላኽ ዝወረደ ሽሮኽ ንብሎ ወልያ ብታሽሙ ከምዚ ምግባሩ ከዓኒ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብቁልጡፍ ከፍልጥ ከም ዘለዎ ሓቢረን ኣለዋ ናይ መወዳእታ ዜና ክንብሎ ንደሊ እንተልዩ ሓዳስ ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ ተመዚዛ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓጻት ፈጻሚት ጉዳይ ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ መዚዛ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ካብ ዝዘርግሖ መግለጺ እታ ናታሊ ብራውን እተባህለት ሓዳስ ተመዚዛ ዘላ ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኣብ ወርሒ መስከረማት ሒዛ ኣብ ኣስመራ ከም ደኣተወት ተፈሊጡ ኣብ ሓምሊዕ 2014 ክሳብ 2016 ኣስመራ ፈጻሚ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ማዘል ተኪኣ ናብ ኣስመራ ዘምርሕት ኣሜሪካዊት ዲፕሎማስኛ ናታሊ ብራውን ብዲሞክራሲያዊ ክብርታት ኣብ ምግስጋስ ምርጋጽ ሰላምን ጸጥታን ቁጠባዊ ብልጽግና ኣብ ምድንፋዕ ትምህርትን ምትብባዕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ምዕዛዝ ኣትኩራ ክሰርሕ ከም ዝኾነት ኣብ መግለጺኣ ኣብ ሓቢራቶ ምስ ስርዓት ህግደፍ ከይከኣል ዶ ንዝብል ኣብ መጻኢ ክንሪኦ ኢና ነቲ ጉዳይ ከዓ ከም ሓበሬታ ጥራሕ ክነቕርቦ ክንፍትን ኢና ስለዚ ናይ ሓንቲ ኣገዳሲት ንብላ ከዓኒ እቲ ዕሉል ዝኾነ ሃብታም ኢትዮጵያዊ ስዑዳዊ አልዓሙዲ ዝተባህለ ወዲ 70 ዓመት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዳዓረፈ ተፈሊጡ አልዓሙዲ ሓደ ካብቶም ቀዳማይ ሃብታም ናይ ኣፍሪቃ ካልኣይ ከዓ ጸሊም በዓል ጸጋ 8.3 ቢልዮን ዝውንን ከም ምዃኑ ከዓ ማዕከናት ዜና ሓቢለን ብተወሳኺ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኦስሎ ዝነበረ ከዓ እሕፅር ቢሉ ባይረ ከቕርበልና እዩ ኖርዌይ ኤርትራዊ ሰላማዊ ሰልፊ አንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ወኪል ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርዌይ ካብ ርሑቕን ቀረባን ኩርናዓት ሃገረ ኖርዌይ ብብዝሒ ኤርትራውያን ኖርዌጃውያን ዝተሳተፉ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕለት 28 መስከረም 2016 ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ተኻይዱ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብደለይቲ ፍትሒ ዝኾነ ኤርትራውያን ኣዴታትን ንሰላም ተቐማጦ ኦስሎ ዝተዳለወ ኮይኑ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝውግድን ነቲ ወኪል ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኦስሎ ኣቢሉ ዝኽፈል ሕጋውነት ዘይብሉ 200 ብትር ዝቃወምን እዩ بمسارع توديهم أب كواب ساعة كلتا دحر قطري أب مأكل كتما أسلو زنقولو سلفنيهات بقدامنات أب أفتق جنايرة بحبيت صحفت كونسلاو قدايات هكذا بمقام حزبيت صحفت زي تعج أخبلو نقلا دقايق تقامتها أسمعهم سلفتات بمقطان لك ساعة حق كلتا فرقان أب قرن بيت صحفت أب قرعات بيت صحفت نروي بزيهم كومون نوح زبالة أب كب زبالة دمتي تقاومتها سلفات هقدفن مخفال زي حقاو كلتا قاميت سرعات أسمران أسميرهم منقص نروي حقاني أسقومتو كواسدن زلوهم أتحساسبان بركز زبالو مدرساتن أسمع من أستمرتاتن تساتفتن السلام أو سلفت واهي.
مدرك ابز اسمه حيالا سبات حدا فين فون استبهل نرويجاو ابال محبراوي نرويجاويان دليتي فتحي اب كتما ستافن كوينو نايتي سلاماو سلفين خساتف استاشو 10 ساعات ببابور تساتيفو كم مصاي ون تحبيرو فين كان امدرو ارتراويان طعمات حيواتن يخم انت هنا بوليتيكا حيدي اب هاغوركم بحدا ملاخن چقان زخونه سرعت سلازتبغبته ازي انو ريا زلنا مكراخ بصحكم كيلو الله كم زلو فلط كبل جمير مدرو اسمعوا ام وداتا زربو ازي زغيد دلو مدرتات اب كل عالم اب نرويت از محبر زي قيمو نا كل اوروبا كقوم كم زلو بزلنا عام كيديناون ايلو كبران تخاتلت مدبنا زيناتات حياله نيرنا جن حجي ابزي مهنياتنا عرب مدبنا خاين عمصم انتي سلازي حتصر تزميتنا تبلسكي حنتي تاشمو نسمع تزميتنا أنت تزميتنا تزميتنا أنت تزميتنا تزميتنا هجري تزميتنا تزميتنا حزبي تزميتنا تزميتنا عدي تزميتنا تزميتنا حزبي تزميتنا تزميتنا يعرفتي تزميتنا تزميتنا أحواتي تزميتنا تزميتنا أنت تزميتنا تزميتنا أنت حنا غزمتا اخل دقيق بزي مسار صريفك تحقق بزي بالا نونيوك تودق بزي نقوس عدخا زلق تباخيلوك ابتحم مغزبن تمي 7 شوعتن يقار ولدنا تبتاتين نايلو من دمو قديدو نفس معول الزبن نابرانا مسكوني مسعن قربي تمن زانتانا مسكوني زانتا قائل أبيل قديثك عدي بري مسكبت فغري قديثناك عدنا بري كبران تخاتلت مدبنا باريزا مهاريز زخونت زيما أقاريزنا حجي جزينا سلازا أخلي حجي أبتا أم توزبلناكم مالتيوتي أم توزبلناكم نايتا غازيتنيا فرنساويت أبزخة مانا مسيا باربارا وقفعي زبل فيلم دسرحات حتصير ناتا مجلسي وي كمان بقالا سمعوا جن ملأختات تاي مخانو خا دحريو احصر بلنا خنحبركم إنا documentary who tells the story of all of those Eritreans who have been through the hell of Sinai. Yes. Yesterday in the afternoon, I saw the film, and I was very, very, very impressed. But I want to ask you, Minshera, dear Cecilia, what push you to interest in the torture of the Eritrean youngsters? There is no other phenomena, no other historical. Let me restart. There is no other place on earth where such a monstrous phenomena is existing right now. No other. Aside from Syria, the war,
But for us, for me, the kidnapping, deportation, and torture against ransom of Eritreans, but not only in Egypt, but now also in Sudan, in Libya, in Yemen, in many places, is something that cannot be ignored anymore by the world, because it's a major historical catastrophe. Everyone now who takes the road of exile is going to be tortured at some stage, maybe 2-3 times. And it's a heartbreak to think that, well, the regime on one side who is selling people, and on the other side, all the countries that people cross who do not know, they don't do nothing. And on the end of it, Europe, who still doesn't do nothing to acknowledge this phenomena. It's a heartbreak to think that nobody is doing nothing to stop it. And the question is why? My personal belief is that the regime has no interest in stopping selling people because people escape, and so at least they make some money out of it. So they're not going to stop. So we do not have to expect anything from the current regime. Sudan, Egypt, and Libya are not going to stop because they have a culture of making everyone pay whoever crosses their territory, and this is like a new nigger trade, kind of. And we don't have to forget that it's very racist, the countries that everyone crosses. And the end, Europe is not going to do anything, because if you recognize, and this is my main point, that a camp survivor is a camp survivor, then you cannot treat him as a migrant anymore. You have to apply other laws. He has other rights. You cannot pretend he is just a migrant. Yes. كبران تخطتلت مدبنا باري سيسيلي ناي 18 دقيقة قال حتتا غيرا سفيحي تقال حتتا جن بلكع ملأختو خبركم تخيني أنا إذا حتتكوا سلمتاي بزعبا إرتراويان زقفعي خوردهم كله تقدسكم سوالكوا أنا بإرترا راح يكونن أب أفغانستان أب تركي أب نيبال أب كلنتن قريتشيت زنبرن نايوق نوجي أفتوجي زول جيجان خك على حزت ولد كسبيات بال نا إرتراويان كأمسري أخو خاني مسيت إني هي وتخفيلا نسينا يا خيدا ليبيا خيدا قبص خيدا وإتي أو أزرع توفت في المخرينا بتعمي زسكح كحيو سلازي حجي مال اختناي سيسيليا انتاي نزبل حتو إرتراويان شجركم كتقول صوف قادنيات أيكونكم إتي قبل عليكم زور زلو إيسا أو تكبارات باربارا أو تكبارات كساب ناي كمتي متكاتا ناي سلمتي نقادو خوين الله ليبيا سودان ولا قبصي ناتن بهل اللون إتي ناتن ستا مس جنزبت أساسرت زي كوينو رهراي سبع مسالات زي مركز سلازخنة ناي قد الناس تسخون بعلهم شجركم كتفلت لكم كم زم حدا خلت من ساعات شبت رخيمنا دلنا بزوح شبت تات نقدايناتكم نخعرة نقدايناتكم نخقالل سلاماوي تطحنا براخم كل عالم كتنبرو أفكم تكفتو ختزاروا قالكم زلمان اتحنت ريكومند زجبرتا اتي فيلم أبز قربا جزي خزر جحيو جيب 4 وتاب شو ودن ترى إلله سلزي تحنت زلا كله قداينا يزي سدت قداينا يزي وتهدرا وعسكرنا ناهيكده قداينا يزوم نقاد صحبات سخونكم تزاروا طرحات بزلا سلزي اتيناتا قال حتى تابق انجليز اندغنا ابزمص اصفيفنا خنقربينا حجي ابزي كنقارصينا حجي ناي عرب مدبنا كنجمر انا نايلوم ناي تغرينيا مدبنا خا ابزي كنقارصينا حساب زمص بحالدش مدب نبل مستصبت ناي غزي سلازلنا ابزمص كنحاسبولينا مخنياتو صبيب غزي يخنلنا الله
سيداتي سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد على الFM 88. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الجيميل وعبر تلفوناتنا وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب. اليوم الأول من أكتوبر 2016 ونبدأ برامجنا من الساعة 1 ظهرا إلى 2. أما الآن سأنتقل بكم إلى استوديو الأخبار. معي أليم بقلوب ملؤوها الحزن والألم ينعي حزب الشعب الديمقراطي الإريتري إلى الشعب الإريتري ومناضليه المناضل عثمان أحمد دين الذي حدثت وفاته بمدينة كسلا السودانية في 26 من سبتمبر 2016. ولد الشهيد بضاحية مبادره القريبة من العاصمة أسمرة في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، والتحق بجبهة تحرير إريتريا مقاتلا في صفوفها وهو في حوالي 20 من العمر، وظلت يداه على الزناد حتى أصيب في معركة تحرير مايمنة إصابة بالغة اقتلعت يمنعه من فصل الكتف، فضلا عن جروح متناثرة في جسده عبر مختلف سنوات النضال. الإعاقة شبه الكلية لم تقعد بالشهيد عن تحقيق أعلى درجات التفوق والإبداع في العديد من الإنجازات الخلاقة في الأنشطة النضالية عضلية كانت أو ذهنية، كما كان من أوائل الناجحين في دخول عالم التواصل الإعلامي الإلكتروني بكفاءة نادرة. عمل الشهيد قبل وبعد التحرير في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للشعب والمناضلين، حيث أشرف في جهد مخلص ومتواصل على كل من معسكر معاقي حرب التحرير الإريترية بكسلا ومدرسة اللاجئين الإريتريين بضاحية والشريفي، فكان هو المشرف الإداري على تلك الأنشطة ولسانها الإعلامي البليغ في آن، وظل يؤدي أعماله بجد وإخلاص حتى ألزمه المرض العض على الفراش إلى أن لقى ربه. حزب الشعب الديمقراطي الإريتري إذ يشارك أسرة الفقيد والشعب الأحزان في وفاته، لا يملك إلا أن يسأل الله تعالى للفقيد الرحمة والغفران، وأن يلهمنا وزي الصبر وحسن العزاء. إنا لله إنا إليه راجعون. التحالف يقطع أزرع حوثيين في القرن الأفريقي. أكدت مصادر التنظيم بأن قوات الميليشيات الحوثية استهدفت صباح يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2016 في تمام الساعة 2:30 ليلا مقر القوات البحرية الإريترية في عصب بإطلاق صواريخ الهاون، وألحقت أضرار جسيمة فيه. وتؤكد ذات المصدر أن إطلاق الصواريخ هذه تأتي بعدما استقبلت القوات الإريترية 5000 من أفراد قوات الشرعية اليمنية لإعطاء التدريبات العسكرية في أراضيها، وذلك لمواجهة الحوثيين. كما تتهم قيادات ميليشيا الحوثي الحكومة الإريترية بالتعاون مع قوات التحالف العربي ضد اليمن. وأثر هذا الهجوم تفرد السلطات الإريترية طوقا أمنيا مشددا في المنطقة، كما تحذر الصيادين والزوارق البحرية المدنية الإريترية بالتحرك من وإلى تلك المناطق. يذكر أن جزيرة حنيش وزقر كانتا محل خلاف الحدود بين إريتريا واليمن، ونشبت فيهما حرب في عام 1994، ولجأ الدولتان إلى المحكمة الدولية وحكمت اللجنة الدولية لصالح اليمن في عام 98. ويبعدان هذه الجزيرة عن ميناء عصب بحوالي 27 كيلومترا، ويتسكع فيها حاليا قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح. يذكر أن السلطات الإريترية كانت تأوي الحوثيين في الماضي لتدريبهم عسكريا وأمنيا لخلق زعزعة وعدم استقرار في اليمن والمنطقة. وعندما تغيرت الأوضاع في اليمن وظهرت أحداث جديدة وبروز قوات التحالف لدعم الشرعية، انقلب النظام في أسمرة على الحوثيين وانحاز إلى الشرعية من أجل الحصول على المكاسب المالية والسياسية والعسكرية والاحتماء بقوات التحالف العربي لتغطية جرائمه والهروب من المطالبة الدولية والإقليمية.
السودان مسؤول هولندي يبحث حركة اللاجئين بالحدود المستر جان فان مع والي كسلا بالإنابة إدريس فكي أسباب هجرة اللاجئين وحركتهم على الحدود السودانية خاصة في ظل تزايد الأعداد التي تعبر البحر المتوسط للدول الأوروبية عبر عدة منافذ وأقطار. وأوضح المستشار بالسفارة الهولندية أن الزيارة لولاية كسلا تجي في إطار الزيارات التي يقوم بها لمعرفة خصوصية هذه الهجرة عبر معلومات وإعداد تقارير عن البلدان التي يأتي منها اللاجئون والمهاجرون ومعرفة سبب مجيئهم إلى أوروبا. وأشار إلى زيارته لدولة إريتريا والتفاكر مع السلطات الإريترية وعدد من الجهات عن أسباب الهجرة وحركة اللاجئين، إلى جانب زيارته لعدد من معسكرات اللاجئين لتقييمها ومعرفة التطورات التي حدثت فيها. وأكد المستشار بالدور الذي تقوم به الحكومة السودانية تجاه استقرار اللاجئين، وأكد سعيهم للعمل تجاه مساعدة المجتمعات المستضيفة والدول لمعالجة القضية في المستقبل. من جانبه قدم والي ولاية بالإنابة تنويرا حول تدفقات اللاجئين على الولاية والآثار المترتبة من الهجرات غير الشرعية عبر الحدود في المجالات الأمنية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى جهود حكومة الولايات المبذولة تجاه اللاجئين ومعسكراتهم، مع ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بأدوار أكبر لدعم معسكرات اللاجئين إلى جانب المجتمعات المستضيفة لهم بالولاية. وشهد الاجتماع حسب وكالة السودان للأنباء أعضاء لجنة أمن ولاية كسلا إلى جانب ممثلين معتمدية ومفوضية. المشهد الإريتري كوليرا وانفلات أمني في القاشبركة. في تطور لافت تتزايد مناطق انتشار وباء الكوليرا في أنحاء متفرقة من البلاد في ظل صمت حكومي وإقليمي ودولي. فقد وصل عدد الوفيات في مديرية هيكوتا إلى 20 حالة وفاة في ضاحية هدمدمة ذات الكثافة السكانية العالية حسب الإذاعة في نشرتها الأخبارية الأربعاء يوم 28، والتي كشف عن عجز الطواقم الطبية التي تم حشدها من مختلف الإقليم من محاصرة الوباء لقلة العدد وشح الإمكانات وتوسع دائرة انتشار الوباء. وعلى صعيد آخر أغلقت السلطات الإريترية كل المعابر المؤدية إلى السودان اعتبارا من يوم السبت الماضي بحجة الدواعي والضرورات الصحية، وذلك في محاولة منها لإحياء بأن وباء الكوليرا قادم من السودان، بعد أن أوحت في تصريحات سابقة بأن أمراضا وبائية عابرة للحدود ضربت بعض الأجزاء من إقليم القاشبركة والجنوبي، في إشارة إلى عبوره من إثيوبيا. إلى ذلك أفاد الأنباء الواردة من أسمرة بأن عددا كبيرا من السودانيين عالقون في مختلف المدن الإريترية، ولجأ ما لا يقل عن 50 سودانيا إلى سفارة بلادهم بأسمرة من أجل تقوم السفارة بترتيبات ترحيلهم جوا إلى الخرطوم. كما قامت السلطات الإريترية بإغلاق طريق أقردات كرن في نقطة بلدة عدردة اعتبارا من يوم الاثنين الماضي 26 سبتمبر ليصبح كامل إقليم القاشبركة منطقة مغلقة بعد استشراء وباء الكوليرا في معظم أنحاء الإقليم حسب ما يتزامن. كل ذلك من عمليات متفرقة تمت في 3 مناطق مختلفة في إقليم القاشبركة.
مقالنا بعنوان ثورية نضال الشعب الإريتري بقلم أمجد المك. لعل الناظر إلى تجربة الأمة الإريترية في نضالها إلى نيل الاستقلال يدرك جيدا عظمة هذا الشعب وتوقه للحرية أيا كان الثمن الذي يجب أن يسدد في سبيل ذلك. فمشوار الثورة الإريترية في مواجهتها للاستعمار الإثيوبي والذي امتد لأكثر من 40 عاما منذ أطلق الشرارة الأولى حامد إدريس عواته أب الثورة أولى حروف الثورة ضد هايلي سلاسي، وما تبع ذلك من تطور لحركة النضال والثورة لهذا الشعب الشقيق والذي يمثل الرئة الثانية التي تنفس بها الشعب السوداني. وهذا ما يفسر كيف كانت البداية لتأسيس أول تنظيم لمقاومة الاستعمار الأثيوبي في مدينة بورسودان في العام 1958 باسم جبهة تحرير الإريترية، إلا أن عمل هذا التنظيم كانت عسيرة للغاية نتيجة لتزايد قمع الحكومة المركزية في أديس أبابا. ورغم ذلك استطاع هذا التنظيم السير في طريق الثورة والاستقلال باستقطابه لعدد كبير جدا من النخب الإريترية ومن المواطنين ممن سئموا عسف السلطات الإثيوبية ويأسوا من النخب الإريترية التي هادنت الإمبراطور هايلي سلاسي إما لإغراءاته أو لوعوده التي كان السراب هو منتهاها. عقب ذلك بعامين تشكيل حركة تحرير إريتريا والتي تأسست في القاهرة في العام 1960 والذي جاء تأسيسها في عقاب نيل كثير من الدول الأفريقية لاستغلالها مثل كينيا السودان إلى آخره، وأيضا في عقاب قيام كثير من حركات التحرر التي انتظمت في المنطقة كالثورة الجزائرية المتبع لسيرة الشعب الإريتري في مشوار الاستقلال. يجد أنه أمام أمة لا تعرف اليأس أو خذلان الأصدقاء، فحب هذه الأمة للحرية جعلها تتغلب على كافة عقبات النضال التي واجهتها في هذا الطريق، ابتداء من دول الجوار الإقليمي والتي كانت علاقتها بالشعب الإريتري تدور قربا وبعدا، وفقا لتجاذبات علاقتها مع أديس أبابا، وليس انتهاء بالقوة الكبرى كالاتحاد السوفيتي الذي لعق كل مبادئه ومناداته بحق شعب إريتريا في الاستقلال لا لشيء سوى متابعة مصالح الجيوسياسية في المنطقة وتغيير النظام الحاكم في أديس من عدو إلى صفة حليف في عقاب تولى نظام الدرق للسلطة في إثيوبيا. ورغما عن كل هذه التحولات ظلت الثورة الإريترية متقدمة في نفوس الشعب الإريتري، سواء للذين ظلوا داخل الوطن أو في جبهات القتال المختلفة، أو حتى لأولئك الذين يعيشون في كافة بقاع الأرض والذين ظلوا يدعموا في الكفاح المسلح لثورة شعبهم بالمال من قوة أطفالهم وأسرهم، ابتداء من عامل النظافة وانتهاء بأصحاب الأعمال والمهن المختلفة. ولذا فإن كانت هناك أي ميزة لهذا الشتات حول العالم للشعب الإريتري هو قوة التصاقه بالهم الأكبر والمتمثل في قضيته الوطنية الأولى ألا وهي الاستقلال. ولذا فإن ثورية الشعب الإريتري في مسعاه لنيل حريته التي سلبت بتواطؤ الدول الاستعمارية لم تمت وظلت في اعتقاد مستمر طيلة مسيرة نضال الثورة. أضف إلى ذلك إلى الصورة الإريترية ظلت وطيلة مسيرتها لم تحظى بأي تغطية إعلامية أمينة في وسائل الإعلام مختلفة، رغما عن كم الخسائر البشرية والمادية التي سددتها في سبيل تحقيق مشروعها الوطني في نيل الاستقلال والحرية. فمسيرة النضال الإريتري عبرت ثنائية النجاح وتذوقت طعمه كما تذوقت طعم الفشل والانهزام، إلى أن هذه المسيرة الشاقة قطعتها الثورة الإريترية بكل جسارة وقوة، إلا أن خاتمتها كانت الوصول إلى ما ابتغاها في نيل الحرية. التحية للشعب الإريتري في عيد ثورته والتي لا زال الشعب فيها ثوريا. أيوة السادة مجتمعين الكرام، الأخ محمود ليه قريناه المقال دي هي أساس، لأنه أي إريتري شاب ما يعرفوا ده. عشان كده ده كيف بدأ الثورة الإريترية هي مش كده؟ أيوة نعم. كده أشرح لي، لأنه الهدف بتاعتنا شنو هو؟ عشان الشباب دي يعرف الحقائق التأسيس الثورة الإريترية وكيف كان، واللي حسن إحنا عندنا إريتريا مستقلة معنا لكن ما عندنا حرية. نعم. أيوة. هي كما يعرف يعني معظم الشباب أو الكبار كلنا عارفين إنها ثورة
لماذا بدأت أو تأسيسها، ما هي هدفها كانت يعني. وحاربوا لمدة 30 سنة وبعدها نالوا الحرية. وبعد الحرية لكن لا نجد الحرية التي كنا ننتظرها يعني. ولهذا كلنا موجودين في القربة، والشباب كلها في الهجرة تنتشر. ولذلك نتمنى من كل الشباب والشابات أن يعلموا ما هو هدف هذا القربة، إما هدف هذه الراديو، إما هدفنا نحن كالإعلان للوصف أنها في النهاية نريد الحرية والاستقلال، ونريد إسقاط هذا النظام لكي الكل يرجع إلى بلده سالما، وكل من يتمنى أن يكون في بلده بوظيفته ودراسته وإلى آخره. ونتمنى من كل التوفيق، ونكون كيد واحدة لكي إسقاط هذا النظام ولكي نلقى الحرية التي نريدها. وشكرا. عدي بري مسكبة فغري قديفناك عدنا بري مسكبة فغري. شوعات وليدا شوعات مسانت فرياخ نسا كلنا خانس كونت أد حد عينا مسنقرت أد وزحات مسبزح خرتت كابيت مرتي مسبزح بيت ما سرتي ملق إلا تفينا كفل بحالتي ملق إلا تفينا كفل بحالتي. قتالي ما تنادي خات ولدلك كوين نقراتو سبت وليدنا بلعي حواتو تايم بخال تايم قبر عقربيت كوينا زعدي صعدا بلعت اليوم وليدة تايم بخال تايم قبر عقربيت كوينا زعدي صعدا بلعت اليوم وليدة نعم، كما يقول الفنان هذا فعلا كما قلت قبل قليل، كيفية الاتحاد وإسقاط هذا النظام هو كلنا المفترض تكون في الشباب الموجودين في المهجر، وهذا أقل شيء ممكن أن نكون أن نفعله من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الوطن ومن أجل الشعب، لكي نكون قد فعلنا شيئا لهذا الوطن، وإن لم نكن بالأسلحة بالإعلان أو كمظاهرات إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل، وأن تستمعوا إلى حلقاتنا عبر اليوتيوب والمشاركة في صفحاتنا على الفيسبوك. وهذا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي بلعي كبكيح بحري بعسى خختر أما كلاي بحري نوري بلشك هزبي دبس أيوب يخابنا فتعرقني حو يتعرقنا حلف زحلفن دقيم يغلنا عدنا لنا مو عدنا يغلنا عدنا لنا مو عدنا يغلنا بلشك هزبي دبس أيوب يخابنا فتعرقني حو يتعرقنا حلفن زحلفن دقيم يأخلنا عدنا لنا مو عدنا يأخلنا حلفن زحلفن دقيم يأخلنا عدنا لنا مو عدنا يأخلنا
حلفن زحلفن دقيم يقبلنا عدنا لنا مو Turn